اكلات ما ينفعش تفوتوها في ايطاليا، هقول لكم تجيبوها منين وكمان اسعارها ايه. روما اديشن. اول حاجه هي الماريتوتسو، عباره عن عيش بريوش محطوط عليه كريمه، ومن القوانين الايطاليه لازم وانتوا بتاكلوه يطلع كده على مناخيركم. جبناه من مكان اسمه ريجولي، وده من اقدم محلات الحلويات في روما ومعروف جدا بالماريتوتسو. البيتزا في ايطاليا ليها كذا نوع، وفي روما في نوع اسمه الرومان بيتزا، دي بتتباع بالسلايس وسعرها بيكون على حسب الوزن، وبيبقى فيه انواع كتير مختلفه زي اللي احنا جبناه كان بقرع العسل والبروكلي والبلو تشيز، كانت خطيره. ومن نفس المكان بتاع الرومان بيتزا هتلاقوا حاجه اسمها السوبلي، دي عباره عن فرايد رايس جواها موتزاريلا وصلصه طماطم، ومن احلى الستريت فود بتاع روما. القهوه عند الايطاليين حاجه مقدسه، وعندهم ليها رولز معينه زي ان انتوا ما ينفعش تشربوا الكابتشينو بعد الساعه 11، ومعظم البراندز الكبيره زي لافازا اصلا طالعه من ايطاليا. كان لازم نروح المكان اللي انا مش هعرف انطق اسمه ده، كله عباره عن حاجات ليها علاقه بالقهوه، ومعروف جدا بالخلطه السريه بتاعت الاسبريسو بتاعته، فلازم تروحوا تجربوه. وجنب تريفي فاونتن في مطعم اسمه بيكولو، وده بيعمل احلى نابوليتان بيتزا ممكن تجربوها في حياتكم، لو مهما كان عليه طوابير لازم تستنوا وتجربوها معاه. في الفيديوز اللي جايه هقول لكم الاكلات المشهوره في مدن تانية، فما تنسوش تعملوا فولو.